الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. الشيء بالشيء يذكر. اجا واحد مرة قال لي شيخ بدي بنت حلال، بقى وظيفته منيحة وماليته منيحة وشخصيته حلوة، ما ناقصه شيء. قلنا له طول بالك بس لحتى نلاقي عائلة، لأنه العرق دساس، العرق نزاع، يعني الأولاد بيحملوا من جينات إخوالهم. أحيانا بتلاقي الواحد عنده 6-7 أولاد، كل ولد عاله شكل، واحد بيطلع لجده هاد، واحد بيطلع لخاله هاد، واحد بيطلع اي نعم معه جينات فرعون، اي نعم واحد معه جينات هرقل، واحد كل واحد له مخ شكل. فنقي صاحبة الدين بنت الحلال اللي عائلة طيبة، مو والله اي نعم اخذنا من الحزمة عود والباقي تنتعوا القرود، لا ما بينتعوا قرود، القرود تنتع اولادنا كمان. فلذلك اي نعم قلنا له طول بالك طول بالك. قام راح خطب وحده، جيت اجى لعندي قلنا له ما اجي، قال لي والله خطبت. قلنا له سيدي الله يتمم لك بخير. بعد فتره جاي زعلان مقهور لك شبه، قال لي خطبتها على اساس انه مطلقه، ورجوني اياها وحلوه غرته يعني. فقال لحاله باخذها، بس قالوا له انه يعني هي مطلقه بس صفت امضى بس يعني بالمحكمه خالصه، وراح لبسها ذهب واعطاها مصاري، واي نعم وتاري لسه على خلصت ولا طلق زوجها. دري زوجها انه جاييها تاجر كبير ووضعه المادي مرتاح ووظيفه عاليه، صار بده فروغ مشان يعطيها. رحنا نشوف ابوها للبنت، قال لي والله البنت مو متنازله لا عن الذهب ولا عن المصاري، يروح يعمل اللي بده اياه. هي امراه متزوجه، شلون تخطبها؟ شلون اي نعم بتحكي فيها؟ فلذلك امر هذا لا يجوز. عن اي نعم عن خطبة المرأة الخالية عن نكاح وعدة. كمان امرأة بالعدة كمان اي نعم ما بيحسن يستناها لتخلص عدتها. يعني اول وحدة اذا هي في العدة انسان كتبوا كتابه عليها عند الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك معهم ما صح العقد، بس عند الإمام مالك المسألة أشد. عنده قاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، حرمت عليه للأبد لأنه كتب كتاب عليها وهي في العدة. فلذلك الإنسان المرأة في العدة بيستناها حتى تخلص عدتها، ساعتها اي نعم بامكانه بيتقدم لها اي نعم، وهي الى الخيار ان شاءت اي نعم بالقبول وان شاءت بالرفض. تحرم خطبة المعتدة تصريحا، يحاكيها حكي، سواء كانت معتدة لطلاق رجعي او بائن. شو الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن؟ الطلاق الرجعي بلفظ الطلاق، بيقول لها لزوجته أنت طالق، هذا طلاق رجعي. شو يعني طلاق رجعي؟ يعني هي ضمن العدة بإمكانها تقوم قدام منه بلغته، بإمكانها مثلا طلعت من الحمام وقعت المنشفة من عليها، فبمجرد ما لمسها بشهوة رجعت له. عند الإمام أبي حنيفة. عند الإمام الشافعي ليلة أرجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي، ترجع له ضمن العدة. فإذا مات واحد منهم الثاني بيرته. هي في عدة الطلاق الرجعي. عدة الطلاق البائن، شو الطلاق البائن؟ طلاق موصوف، بيقول لزوجته مثلا كلمة الحرام، عليه الحرام، هذا طلاق بائن بينونة صغرى. أنت طالق طلقة شديدة، طلقة طويلة، طلقة جبل قاسيون، طلقة باص النقل الداخلي، مهم يوصف لها الطلاق نعم بأنه كبير. هذا بائن بينونة صغرى. هي هلا بالعدة بدها تلبس جلبابها وإشارة، بيقول لها رجعتك إلى عصمتي، ما بترجع، بده عقد جديد ومهر جديد ورضاها واثنين الشهود.
المرأة غير المدخول فيها بس كاتب كتابه عليها، تشاجر هو وياها، قال لها أنت طالق، طلقت طلقة بائنة، مع أنه بلفظ الطلاق، وبتتزوج بعد 5 دقائق لأنه غير مدخول فيها. مرة جاني رجل هو وزوجته، فالدنيا كان رمضان، هي أول ما كانوا مخطوبين مكتوب كتابهم، فاختلفوا مشان المطعم اللي بده يتعشوا فيه. برمضان ما في لحمة مشوية وفراريج، برمضان المطاعم بتساوي أكل، فبيحطوا ليستا شو عاملين أكل. فمرة أكلت كم أنا، فت على مطعم، اي نعم، حطوا لنا أكل، تاري بينزلوا الأكل شوي شوي، أنا شو بيعرفني، نزلوا لي مقبلات، أكلت المقبلات وشبعت. اي نعم، بعدين ما لقيته ولا منزل لي أكل شو، نار شبعنا يا زلمة، خيرة بغيرها. فلذلك هذا الشاجر هو وياها على الأكل، قال لها أنت طالق. راحوا لعند شيخ، الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يوم تروح تسأل، سأل أهل العلم، مو أي شيخ بتسأل. فراح سأل شيخ إمام جامع، كان حاطينه بواسطة أو شلون مدبر حاله مظبط أموره. قالوا له سيدي هيك القصة، قال له إلا أرجعتك إلى عصمة. أي أرجعتك؟ ترجع المي بزراعيمه إن شاء الله، ما بترجع. إلا أرجعتك إلى عصمة عقد نكاحي، قال لا، وخذها وتزوجوا، وبعد 3 أشهر طلقها بالثلاث، أنت طالق 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 طالق. اي نعم، قطار في 100 فرقون، كل فرقون في 100 قطار، في 100 راكب، وإذا حللك شيخ يحرمك 1000، وعد ربط الدنيا كلياتها. بعدين اي نعم رضي، بده يرجعها. قالت له امه في شيخ بالمكان الفلاني يروح لعنده. اجى والله دق عليه الباب، قال له اهلا وسهلا، تفضلوا فاتوا. خير عمي؟ قال مسألة طلاق. قلت له والله عمو انا ما افتي بالطلاق يعني، الا اذا مسألة مستعصية وعندي خبر بفتي، لانه كل فتوى فيها موقف يوم القيامة. شو بدي بالشغلة؟ دوبي انفض برقبتي، الله يعين اللي بيفتوه. قلنا له شو القصة؟ لي والله هيك هيك. قلت له، قلنا له احكي لي من اول طلقة. قال لي الا ارجعت، قلت له ارجعتك الى عصمة وعقد نكاحي. قلت له ايه؟ قال لي ورجعت. خرب بيتك، شلون رجعتها؟ قال لي صرنا 3 أشهر متزوجين. الله لا يوفقك، لا انت ولا هي. قلت له صار لكم 3 أشهر عايشين بالزنا. قال لي شو الحكي شيخ؟ شو لك زنا ما بترجع لك، طلاق بائن هذا لانه غير مدخول فيها. قال شو اعمل؟ نروح جيب 2 شهود، لانه طلقه واحده تعتبر، اللي طلقتها اياها من وقت ما كنتوا مخطوبين. هلا هدول الطلقات ما لهم طعمه، جيب لي 2 شهود لاعقد لك، ولا تخبروا اهاليكم شو خبصتوا الدنيا. اي نعم، لانه الاهالي سبحان الله بدهم يزعلوا وبدهم يطلعوا اي نعم بانه يعني بنتهم كانت طول الفتره مع زوجها بهالشكل. في الطلاق البائن حتى إذا مات الزوج ما بترد، أو ماتت الزوجة ما بيرد، إلا إذا كان فارا من توريثها. شلون يعني؟ يعني فوتينه على عملية جراحية، أخذوا له إبرة بنج، فقالوا له الدكاترة إنه نسبة شفائك مثلا 5% نجاح العملية، معناتها ميت. قال مشان ما ترت، هن دافشينه اي نعم بالتذكره، بفوتوا على غرفه العمليات، ومرته دافشه كمان الثانيه بتذكره، وعم تبكي زعلانه عليه. قال لها انت طالق بائن. مات ترت. ليش؟ لانه فار من توريثها. اي نعم. فسبحان الله، لما كانوا يطلعوا للمبارزه الفرسان، غالبا كان اللي طالع للمبارزه عرفان حاله ميت، لاني ما بعرف مين بده يطلع لي يبارزني. فاحيانا بيطلع الفارس للمبارزه، بيطلع واحد قدم منه على مرتين، وعضلاته هيك هالقد، وسيف اي نعم معه غير شكل، معناتها انا وتعا يرجع الواحد بقى من ساحه القتال ما عادت حلوه بحقه يرجع. شو بدي يقولوا عنه؟ اي نعم، هلا طلع وطلب المبارزه وكذا، محل ما طلع له خصم هرب.
فهو لما طلع خصمه التفت على الناس قال لهم زوجتي طالق بائن، انقتل ترك زوجته. ليش؟ لأنه فار من توريثها. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم.